شكرا سيد الرئيس. طبعا في حقيقة أريد أتكلم عن موضوع مهم ومرتبطة بحياة المواطنين وسيادة العراق وأمن أقليم كردستان، وهو التوغل العسكري التركي وكذلك القصف الذي يحصل يوميا في أقليم كردستان من 3 محافظات، من أربيل، دهوك، سليمانية. نحن كالنواب إسنادا على مادة 50 في النظام الداخلي لمجلس النواب طلبنا من عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، ومو بكتاب واحد بل بمجموعة من الكتب من 2019 لهذا الوقت، ولكن لم توجد تلكؤ في عقد هذه الجلسة. لذا نطالب من سيادتكم عقد جلسة خاصة بموضوع التوغل العسكري التركي في أقليم كردستان، وتوجد أكثر من 21 قاعدة عسكرية غير قانونية موجودة في أقليم كردستان. لذا نطالب من المجلس النواب تحقيق في هذا الموضوع عقد الجلسة الخاصة. هذه موضوع، وموضوع أخرى هو التظاهرات اللي موجودة في أقليم كردستان. كما نرى أن المواطنين والموظفين في أقليم كردستان في أسوأ حالة، وخاصة تعرفون أن رواتبهم لم يستلموها في نفس الوقت اللي يستلم رواتبهم الموظفين في العراق. لذا نطالب من سيادتكم أن تطالبون من الحكومة العراقية بحل مشاكلها مع حكومة الأقليم كردستان بعيدا عن رواتب الموظفين في أقليم كردستان، أو يعطون الرواتب الموظفين أقليم كردستان الحقيقيين بشكل مباشر من الحكومة العراقية، لأن جزءا من الأموال اللي يوصل للأقليم كردستان لم يوصل إلى المواطنين في أقليم كردستان. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا سيد الرئيس. مداخلتي راح يكون باللغتين عربي والكردي، لأن أغلبية أهلنا في سليمانية لم يتهمون عربي، وهي لغة رسمية في مجلس النواب وفي الحكومة العراقية الاتحادية. صحيح. حول الموضوع انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الدستورية للمواطنين لإقليم الكردستان. نحن في 21 آب عدد من النواب من المحافظات الإقليم الكردستان قدمنا وبعثنا رسائل إلى لجنة معنية بحقوق الإنسان إلى رئاسة المجلس بخصوص اعتقال المعلمين والموظفين في محافظة دهوك، لأنهم طالبوا بحقوقهم مالية وهي الرواتب. تم إطلاق سراحهم بعض منهم، وبعد إرغامهم بالتوقيع على التعهدات بعدم مشاركتهم في التظاهرات السلمية، وهذا مخالف للدستور العراقي. والآن هناك 4 المعلمين ما زالوا في سجون في محافظة دهوك منذ أكثر من 40 يوم، نطالب من مجلس النواب أن تدخل واللجنة المعنية بتدخل في هذا الأمر، لأن هم طالبوا بالتظاهرات، ليس شاركوا في التظاهرات. من ضمنهم أستاذ بدل برواري معلم، وأستاذ أميد وهم موظف. منذ 40 يوم تم اعتقالهم بدون أي عذر قانوني أو دستوري، لأنهم طالبوا بالتظاهرات، ويحتاج تدخل من مجلس النواب العراقي، لأن هذا حقوق دستوري لأي مواطن عراقي من زاخو إلى البصرة أن يشارك في تظاهرات سلمية. شكرا سيد الرئيس. وباللغة الكردية هم برز سروكي برلمان اما كومالك برلمانتار لفارزگاکانی هەرێمی کوردستانەوە لە 21/8 ئەمساڵ داوامان لە لیژنەی مافی مرۆڤ کرد و لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کرد کە دەستوەردام بکەن تەداخل بکەن لە ئەو پێشەلکاریانەی مافی مرۆڤ کە بەرامبەر بە هاوڵاتیانمان و فەرمانبەران لە پارێزگای دهۆک کراوە. ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی و فەرمانبەر لەبەرەوەی بەشداری خۆپیشاندانی سلمیان کردووە دەستگیر کراون و تەعهودیان پێ پڕکراوەتەوە کە جارێکی تر بەشداری خۆپیشاندان نەکەن. بەڵام لە ئێستا 4 کەسیان لە سجن ماون، لە ناویانە مامۆستا بەدەل بەرواری و کاک ئومێد، لەبەرەوەی داوای خۆپیشاندانیان کردووە. بەشێکی زۆریان هەر خۆپیشاندار بەشدار نەبوون، مافەکانیان مافە دەستوری و یاسایەکانیان پێشێل ئەکرێت، و ئێمە داواکەین کە پەرلەمانی عراق و لیژنەی مافی مرۆڤ دەستوەردان بکات و لە هەواڵیان بپرسێتەوە تاوەکو ئەو مافە دەستوریانیان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە لە هەرێمی کوردستان پێشێل نەکرێت. زۆر سپاس. شكرا، ممنون.